سلام ومرحبا بكم في قصة جديدة. عارفة راسي غبرت عليكم بزاف على اليوتيوب. أنا رجعت. القصة ديال اليوم قصة سحر، وكيف ما كتعرفوا كاملين السحر مذكور في القرآن، والقصص اللي غالبا ما كيعاودونا عليهم كيكونوا قصص حقيقية 100%. خليكم معايا، قصة حقيقية واقعية وغتحسوا بها. قصة كتعتبر من أغرب وأبشع قصص السحر الجرائم. كيفاش بغيتو، واحد عاش في عالم الجن ملي كانت عنده عام، باه وهبوا ليهم وهو دري صغير وما خرج من هذاك العالم حتى لو هو عنده 40 عام. تخيلوا معايا. وملي خرج من هذه القصة خرج كيعاود شنو شاف واشنو وقع، والثمن باش يخرج كان خطير بزاف. داوود محمد فرحان، قصة معروفة ديال هاد الساحر اللي كان ساحر وتاب في محافظة الحديدة. تزاد واحد الطفل وتسمى باسم داوود، واللي المفترض غادي يكون تسمى بهذا الاسم على نبينا داوود عليه السلام. وحنا كاملين ملي كنسمعوا اسم داوود كيجينا قدامنا وكنتخيلوا الصبر، ولكن سي داوود اللي معنا في القصة ما كانش عنده هاد الميزة اللي كانت عند سيدنا داوود. وملي كان عنده عام وهو كان كيتسرع بكثرة، وكانت كتجي هاد حالة الصرع حتى تقريبا 5 سنوات. وهنا مو لاحظت بأن هاد الصرع غير ما كيزيد، وهادشي علاش مو التجأت لواحد السيد، ويا ريتها ما التجأت ليه. وشكون هو في نظركم؟ هو أب داوود، واللي كان ساحر من الطراز الرفيع. وبحال كل نهار أب داوود عنده غرفة ديالو خاصة اللي فيها فين كان كيستقبل الضيوف ديالو. جات لعندو هي هزة داوود في يديها، حلت الباب ودخلت لعندو وجلسات وحطاتو قدامه، وهي تقول ليه: ولدك هذا إلا ما عالجتيهش وإلا ما درتيش شي حاجة باش تنقدو راه غادي يمشي من بين يديك. وهو يهز راسو فيها وقال لها: مالو شنو عنده؟ قالت ليه: راه كيتسرع بزاف. قال لها: كيتسرع بزاف؟ واخا خلي عندي وسيري. ما زادتش مع الهضره، خلات الولد ديالها وخرجت من البيت. وهنا بدا كيقرا عليه طلاميس غريبه، بدا كيقرا عليه حتى حضرت قدامه واحد السحابه كحله، وهو يهز ولده وهزو لفوق لجيت هذيك السحابه. هو يقول لهم: انا وهبت لكم ولدي بالصحه والراحه، خذوه ديروا فيه اللي بغيتو، ها هو خادم ليكم وها هو بين يديكم. وبدات هاد السحابه السوداء كتدور على هاد الوليد حتى مشات. ومن هذاك النهار داوود عمرو ما عاود جا داك الصرع. كبر داوود ولا كيخرج للزنقه باش يلعب مع الدراري، وملي كان كيخرج كان كيحس بلي الوليدات اللي قدو كانوا كيخافوا منه كيهربوا منه، كيبغي يهز كره باش يلعب معاهم كيبعدوا منه وكيحاولوا يتجنبوه قدر المستطاع. كان كيحس بواحد الشعور ديال الهيمنه وكان كيطغى عليهم. كان كيبدا يسولهم، ولكن هاد الشيء كامل تبدل ملي وصل في عمره 14 عام. في هذيك المرحله شاء الله عز وجل ان باه يموت، وهنا بدات كتقل الهبه ديالو في الزنقه وقدام الناس لدرجه ما بقاوش كيشوفوه كاع. وواحد النهار قرر انه يبقى ديما غير في الدار، ولا كيتجنب انه يخرج يتلاقى بالناس في الزنقه. بقى جالس حتى ولا كيحس بواحد الشعور غريب عنده لداخل، كيحس بحال شي واحد اللي كيهضر معاه، ولكن في نفس الوقت كيحس براسو هو كيهضر مع راسو. من مور الصلاه ديال العشاء خرج، هو بيان سور ما كيصليش، وخرج ومشى للبلاصه فين موالف كيمشي، والبلاصه اللي كتكون خاليه من السكان غير باش ما يتلاقاش بهم. والصدمه انه ملي جلس في هذيك البلاصه تلاقى بواحد البنت، وسبحان الله العظيم بحال هذيك البنت هي اللي كونات راسها براسها، جمال بحال شي رسم. بدات كتقرب منه بشويه بشويه حتى جات وجلست حداه، وبدات كتهضر معاه بحلاوه اللسان، وبداو كيهضروا كيديو كيجيبوا مع بعضياتهم في الهضره، حتى وصلت واحد الوقيته اللي ناضت ومشات بحالاتها. وهو من ديك الساعه وهو كيفكر فيها، ما قدرش يخرجها من باله، وبدا كيفكر فيها وكيطلب من الله انه يعاود يتلاقى بها مره اخرى. وكان كيمشي ديما لهذيك البلاصه فين تلاقى بها، ولكن ما كان كيكون عليها حتى شي خبر وما عندها حتى شي اثر. وملي مشى واحد النهار لقاها، ولكن لقاها مقلقه بزاف، وكانوا معاها خوتها. وهذا الشيء اللي خلى داوود يفرح. وخاصكم تعرفوا باللي هاد البلاصه اللي كيمشي ليها داوود باش يشوف هاد البنت كانت بعيده على الدوار ديالهم تقريبا بشي 3 ديال الساعات مشي، ولكن كان كيقول باللي كل شيء كيهون غير باش يشوفها. وعجبوا الوضع وبدا كيدير هاد الشيء كل نهار، كيمشي لديك البلاصه غير باش يشوفها.
ولكن كان غير كيتلها هكا شويه مع خوتها ولا كيتلها في شي حاجه كيدور ما كيلقاهاش. واحد النهار هو غادي لهاد البلاصه، وهاد البلاصه هذه كيف ما قلت لكم هي مسافه طويله، وإلا بغيتي توصل ليها على الاقل خصك تسلق واحد الجبال صغيورين. اول ما وصل لهاديك البلاصه شاف واحد الدابه، وهاد الدابه كانت عباره على حمار. حاشاكم جا في بالو باللي ياك ماشي واحد عجباتو البنت وحتى هو جا باش يشوفها. وهنا قرر داود انه يسرق الحمار ديال داك السيد غير باش يعاقبه، يعني كنوع من العقاب. وسرق داك الحمار حاشاكم وبدا كيبعدو وركب عليه ومشى. وصل لواحد المنعطف اللي سهل اي دابه انها تقدر تجاوزو. داك الحمار وقف حاشاكم، وقف ما قدرش يدوز. وفي هذه اللحظه هذه داود دار الحاجه اللي كيديروها كاع الناس اللي كيكونوا راكبين فوق الدواب، ضربو. والحمار ما بغاش، عاوتاني هز العصا المره الثانيه وعاوتاني هو يضربو وما بغاش الحمار يتحرك. وقرر في المره الثالثه انه يهز ديك العصا حتى للسما ويضربو بالجهد. مع بغى يضربو مع يدور عنده داك الحمار غير بشويه ويقول ليه واش كيحسب لك انا دابه باش غضربني؟ وداود ما خافش، هو اصلا عايش في هادشي. بغى يعاوتاني يهز هذاك العصا باش يزيد يضربو، ما تسوقلوش. ولكن داك الكائن كان غريب بزاف، حيت في هذيك البلاصه اختفى وما بقاش بالو. وطاح داود على الارض وبقى مغمى عليه اكثر من 3 سنين. تخيلوا معايا طيحه ديال الحمار سهله، ولكن بقوة الجهد اللي كان في داك الكائن الغريب طاح على راسو. وكل مره في هذيك 3 سنين كتضربوا الفيقه كيلقى راسو في شي قفص، ويديه ورجليه مكبلين يعني مشدودين مع ديك الحديد. وكيعاود عاوتاني ويرجع للغيبوبه ديالو. كدوز سيمانه 2 سيمانات كيعاود عاوتاني ينوض، ما فهمش راسو واش هادي حلمه، واش هادشي حقيقه، شنو هادشي اللي طاري ليه. والصدمه غادي نصدمكم دابا. داود ملي طاح من فوق الحمار هزوه الناس وداوه لدارو، وعلى حساب ما عرف من بعد ما فاق كانوا كيقولوا ليه باللي كتكون ناعس نهار كامل غيبوبه كامله، ولكن بالليل كتنوض وكتخرج من الدار وكتبقى غير غادي حتى كتمشي للجبال. وكانت امو مسكينه كتبقى تطلب وترغب في الولاد ديال الفيلاج غير باش يمشيو يقلبوا عليه. وكل مره كيلقاوه فين، وكل مره كيلقاوه طايح على شي حاجه، وكل مره كيلقاوه مقاتل مع الكلاب على شي جيفه ولا جالس في شي مغارب بوحدو. وهادشي علاش امو مسكينه استعنت بالولاد ديال الحي وطلبت منهم انهم يشدوه ويربطوه في قفص، حيت ماشي كل نهار غتبقى تمشي تقلب عليه في الغيران وفي الجبال. ولكن اون فوا كيفيق بالليل كيمشي يطلب مو وكيرغبها وكيقول لها عافاك وغادي نرجع وما تخافيش عليا، غنمشي غير لواحد الغار وغادي نرجع، راه تما كنمشي كنتنفس كنلقى راحتي. قلب الام كان كيبقى فيها. ولكن داود كان ذكي، كان ملي كيعطيها وعد فعلا كان كيمشي وكيرجع باش لا غد ليه تسهل عليه عاوتاني الامور وتخليه يخرج. حتى واحد النهار قال لها غادي نخرج، خلاته يخرج، مشى بقى غادي ما شاف راسو حتى وصل لواحد الجامع. وفي هذا الجامع اول مره غادي يشوف هذا الجامع هذا، دخل ليه واستقبلوا واحد الراجل، وهذا الراجل هذا كان هو المسؤول على هذا الجامع والامام ديالو. والغريب انه كان كيرحب بيه وكيقول ليه مرحبا بك داود، هذا كيفاش عرف سميتي؟ وبدا كيرحب فيه وكيهضر معاه. وداود ما سولوش لا شكون انت لا كيفاش درتي عرفتي سميتي لا حتى شي حاجه. وكان كيقول داود على حساب لسانه كيقول باللي انا اللي عاقل عليه هو كندير داكشي اللي كان كيقول لي داك الراجل، ما كنزيدش معاه في الهضره. وجلست عنده 15 يوم وانا في الخدمه ديال هذاك الرجل كندير ليه اللي بغى وكنسمع الكلام اللي كيقول ليا. حتى لواحد النهار وهو يدخلوا لواحد البيت تما في وسط الجامع، وملي دخل داود تصدم بداكشي اللي شاف. واحد البلاصه تحت من هذيك البلاصه اللي كيأذنوا فيها، وكاينه واحد الستاره واحد الريدو، والداخل ديالو كاين بيت وكان موراها قبر. وهذا القبر هذا كانوا كيقولوا عليه بانه ولي او لا صالح، وكانوا الناس المشركين بالله كيصليو ليه. ولكن في هذيك اللحظه داود ما كانش عنده العقل وما كانش همه كاع داك القبر، كان كيتسنى غير هذا الراجل هذا شنو يقول ليه وشنو الخدمه اللي طلبها منه. وملي جلس معاه هو يقول ليه داود انت الله عطاك البركه، وهاد البركه اللي فيك جايه من عند باك الله يرحمه. وهنا بدا كيعلمو، بدا كيقول ليه خاصك تكون بحال باك، وانا كنعتقد باللي انت غتكون احسن من باك وغترجع للقريه ديالك داود، وغتكون عندك واحد السمعه كبيره واحد الشهره كبيره فين يبان باك، وماشي غير في القريه ديالك ولكن في اليمن بشكل كامل. ولكن خاصك تاخذ الوصيه ديال باك. وهو يشوف فيه داود قال ليه شنو هي هاد الوصايه؟ وهو يقول ليه الوصايه ديال باك
هي الخاتم والسبحة زائد 3 ديال الكتب الرئيسية والمهمة: كتاب شمس المعارف، المندل والجفر. لحقاش هاد 3 ديال الكتب هي المدخل ديالك العالم ديال باك. خرج من عنده ومشى نيشان الفيلاج ديالو غادي وكيقول مع راسو صافي انا غتولي عندي الهيبه، انا غنكون شخص ماشي بحال الناس الاخرين وغادي يرجع لي المجد القديم اللي انا فقدته. اون فوا دخل عند امو سولها قال لها امي فين هما الاغراض والكتوبه ديال با، وهي تقول ليه يا ولدي باك راه حرقها من شحال هادي قبل لا يموت. وشاف فيها داوود وبدا كيضحك ويقول لها امي بلا ما تضحكي عليا راهم قالوا لي فين كاينه وانا راه غير بغيت نشاور معاك وصافي، ما راه نمشي نجيبهم من راسي. وحلفاتو باش ما يقيش هذاك الشيء وكانت كترغبو وهو اصر انه يمشي باش يجيب دوك الكتوبه. قالت لي على الاقل ولدي غير عاهدني وعطيني بعدا غير عهد وعد غير ما تاديش فيها خلق الله. قال لا صافي كوني هانيه الوالده ما غاديش نادي حتى شي بشر. داود كيعاود كيقول ملي كنت كنعاهد امي وعد كيدخل من هنا وعد كيخرج من هنا. غير شد هذوك الكتوبه في يدو وحصل على هاد الكرامات العظيمه من باه. جلس في نفس البيت اللي كيجلس فيه باه، بدا كيقرا وبدا كيتعلم السحر اكثر واكثر وبدا كيحضر الطلاميس حتى وصل لواحد الطلسم. وهاد الطلسم هذا موراه نيشان كيحضروا اللي نتوما عارفين، والمفروض على انه هو خاصو يعاود يكرر هاد الطلاسيم هذه 10 المرات. وهاد الشيء اللي دار بالضبط داود. ومن اللي سالا هز عينو ولقاو واحد الراجل واقف عليه منظر غريب، اللباس ديالو بيض وعنده لحيه بيضة وكان واقف كيشوف فيه، والشكل ديالو كانت فيه الهيبه وما كانش كيهضر. ولكن داود ما قدرش يصبر وهو يسولو قال ليه انا بغيت منك شي خدامه باش انهم يعاونوني في هادشي اللي غادي نولي ندير. وبدا كيطلع فيه وكيهبط وهو يمشي. واستغرب داود علاش بدا كيطلع فيه وكيهبط ومشى. وشك قال ليك ما هاد الطلاميس اللي انا قلت ماشي هما هادوك. بدا كيعاود فيهم شويه هما يجيو عنده جوج من العالم الاخر وكيقولوا بالمفهوم ديال الصحراء انهم بان ديال الملائكه. طبعا هاد الكلام ماشي صحيح. بدا كيتقرب لهاد جوج ديال الشياطين اللي كان كيعتقد من انهم من الملائكه اصلا. داود شاف راسو باقي ما وصلش لداكشي اللي كان عليه باه، كيشوف راسو ديما ساحر صغيور محقور باقي السيط ديالو ما داعش في اليمن. اشنو خاصو يدير؟ اول حاجه فكر فيها مشى رجع عند هذاك السيد اللي كان جلس عنده 15 يوم في الجامع وبدا كيعاود له هادشي وهو يقول ليه هادشي راه عادي في الاول، ولا بغيتي توصل للمرحله ديال باك راه خاصك تنفذ شروط صعاب بزاف. قال ليه كيف ما بغات تكون هاد الشروط انا مستعد ننفذها، غير مهم نوصل للهيبه والصيت ديال با. غتمشي لواحد البلاصه فيها واحد المنزل مهجور، دار خاليه ولا نقدروا نقولوا بيت مهجور، وتدخل لهذا البيت وتسد عليك. وهذا البيت هذا كيخصو يكون مظلام وما عندوش حتى شي فتحه صغيره يدخل لك الضوء ولا الهواء، وتجلس في هذا البيت لمده شهر وما تاكل حتى شي حاجه من غير جوج ديال الحوايج. شنو هما؟ الماء والتمر. وعطاه شي لعيبات باش يديرهم وهو تما. مستمعي الكرام ما نقدرش نقول لكم شنو هما هاد الحوايج حيت غادي نقدر نساهم في شي حاجه والعياذ بالله، ولكن من ضمن الحوايج اللي داود كان كيديرهم هو في داك البيت والعياذ بالله كان كيذكر اسم الله بالمقلوب، مثلا كان كيستخف باسماء الله وهكا. هذه حاجه من بزاف ديال الحوايج اللي كان كيديرهم داود وهو في وسط هذاك البيت والعياذ بالله. الله يحفظنا ويحفظكم. وقال له داك الراجل باللي العالم الاخر غادي يجيو لعندك وغادي يبغيو يختبروك ويجربوك ويديروا لك امتحانات. وقال له ما تخافش وإلا خفتي ما عمرك ما غتطلع سليم من هاد البيت. اول مره غيدخل داود لهاد البيت حل الباب، دخل بيت خانز موسخ، سد عليه، بقى جالس وبغى يجرب داكشي اللي قال له الراجل اول مره، ولكن فشل ما قدرش. وهو عارف باللي العالم الاخر كيسولوا القرين ديالو كيقولوا ليه شنو هي الحاجه اللي كتخوف داود باش نديروها. كانوا كيتشكلوا ليه على اشكال مختلفه وكان باغي انه يهرب، ولانه باغي يولي بحال باه كان كيدير المستحيل وكيشد راسو بالسيف وبالجهد باش ما يخافش. والمره الثانيه قدر داود انه ينجح في العمليه ديالو، وهنا فين بدا الصيت ديالو كيتعرف في اليمن ولا قطب من اقطاب السحر ديال بصح. امو مسكينه ماتت، وقبل ما تموت وفي نفس النهار اللي غتموت فيه كانت كتوصيه وكتقول ليه بعد من هذاك العالم، ما بغاتش تشوفوا له كيتعذب بحال اللي تعذب باه، وما بغاتش تشوفوا كيموت كيف ما مات باه. ولكن
ما تسوقش لها وبدا مكمل في حياته. داود قرر باش يتزوج، كان كيقول بفمه كيحلف وكيقول والله العظيم الا كنت كنعس نهار كامل وكنفيق بالليل غير باش ندير الطقوس ديالي، طقوس السحر. وهنا بداو كيدخلوا الفلوس ولا لاباس عليه. مثلا كتجي العائله باش كيعالجها وما كيكونوش عارفين باللي انا اللي سحرت ليهم، وكان كيخليهم جالسين في داك البيت وكيدخل الطواليت حاشاكم عزكم الله زعما راني كنتوضا، ولكن هو كيمشي يدير النجاسه باش الشياطين يعطيوه اللي بغى. وملي كيخرج لعندهم كيهز يدو كيبدا يقول الله اكبر باش الناس يحسب لهم باللي راه كيكبر وباللي زعما هذاك الشيء طقوس معالجه. ولكن هو كان كيدنس القران والعياذ بالله. كان كيعاود على فم داود وكيقول باللي ابليس نعله الله كان يتشكل على شكل دجاجه وكان كيعبده، كان كيعبد هذاك الشيء اللي كان كيتشكل عليه الدجاجه ولا كل مره وباش كان كيتشكل ليه. تخيلوا معايا درجه الواحد باش يكون ساحر شيطاني اشنو خاصو يدير. ايوا باش كانوا الناس كيتيقوه وكيتيقوا في الهضره اللي كان كيقولوا داك الشيء، كان كيهز واحد الموس وكيبغي زعما يخشيه فيه، ولكن هو واحد المخلوق من العالم الاخر كان كيوقف قدامه هو اللي كان كيتعرض لهذيك الضربه، والناس كيشوفوا كيحسب لهم باللي هو كيدخل الموس الجسد ديالو، كيقولوا واو هذا فريمون سيد قادر وعنده ما يقول. حتى لواحد النهار دخل عنده واحد السيد شافو كيدير هذاك العجب، وهو يقرا قدامه آية الكرسي. المخلوقات كامله د العالم الاخر هربات، بقى بوحده، وهذاك الموس تدخى فيه ديال بصح، وكيقول باللي ملي تدخى فيه طاح في الارض في البلاصه. وهنا باللي داوه للطبيب ومرض وشافوا باللي داك الموس تخشى فيه بصح وداك الشيء، العالم اللي كانت كتجي عنده باش كتسحر بدات كتشك في القدرات ديالو وفي صحه الكلام ديالو. وهنا بغى يستعن بالعالم الاخر وبالشياطين باش انهم يعاونوه في هذه المصيبه اللي هو فيها. وهو يقول له الشيطان عارفين شنو غدير؟ راه تمشي عند العائله اللي كانت عندك ديك الساعات في البيت وغادي تقول لهم واش بنتكم كانت عندها الدوره، حيت بنتهم كانت عندها الدوره، وديك الساعات دير راسك باللي هذيك الدوره هي السبب في هذا الشيء باللي داك الشيء تبطل. فعلا مشى داود لعند هذيك العائله وسولهم قال لهم واش فعلا بنتكم كانت هذاك النهار عندها الدوره؟ قالوا ليه بصح كانت عندها الدوره، وداك الشيء علاش هذيك البركه وداك الشيء مشات. لقاو ليه مخرج الازمه اللي هو فيها، ولكن حقد على هذاك الراجل. كيقول على لسانه باللي عيا ما يدير ليه في التخربيق وفي السحر باش يأذيه وما قدرش. والعالم الاخر والشياطين كيمشيو لعندو كيرجعوا لعند الساحر داود كيقولوا ليه راه ما قدرناش، راه ما كنشوفوهش. كيقول لهم داود ها هو قدامكم، كيقولوا له ما كنشوفوهش. وديك الساعه داود عرف باللي هذا الراجل هذا ممنوع من عند الله سبحانه وتعالى بسبب انه محافظ على اذكار الصباح والمساء. دازوا الايام، واحد النهار داود فوقت الديروه ديالو وهي من الناس كيصليو العشاء وكيبدا الليل. مشى لواحد البلاصه حدا الدار ديال نسابو وحس براسو مرهق وعيان وماشي بحال الايامات العاديه، ويعيط على نسيبو. الو سلام عليكم السلام. قال ليه شكون اللي كاين الفوق في دوك جوج بيوت اللي كاينين الفوق؟ قال ليه نسيبو ما كاين حتى واحد خاويين. علاش؟ قال لي عافاك وجدهم لي راه فيا النعاس، انا غنجي النعاس عندك. وهو يحيد نسيبو التليفون من ودني وبدا كيشوف فيه كيقول واه شنو طرا في الدنيا؟ ويقول ليه انت بغيتي تنعس بالليل مالك؟ ويقول ليه داود شو دابا بلا ما تبقى تكثر معايا في هاد قوه الهضره وجد لي دوك جوج بيوت فيا النعاس. صافي كون هاني دابا غادي وجدو. وملي مشى طلع للبيت ونعس وهو حلم براسو ناعس على واحد الكفن وهزينو رجال عندهم تبارك الله كتاف قدهم قداش صحاح، وكيقدر يحرك غير عينيه هكا وهكا ولكن ما كيقدرش يحرك الجسم ديالو. وكانوا الرجال غاديين بيه للقبر ديالو وشدوه ولاحوه في القبر، وكان كيشوف باللي كيهضروا مع بعضياتهم وكيقولوا تهنينا منه، دفنوه وخليونا نتهناو منه، حي ولا ميت نتهناو منه. وكان يوم عيد في وجوههم وفرحانين حيت هو مات، وبداو كيلوحوا التراب على وجهه حتى تغطى بالكامل. وكان كيحلم بحال بصح مات، كيسمع قرع النعال، يعني ملي كنموتوا كيديروا علينا التراب كنبقاو نسمعوا قرع النعال، كنسمعوا الزطمات ديال البشر غاديين بحالاتهم صافي. وحلم ايضا بالملاكين جاو عنده وبداو كيشوفوا فيه، ولكن المناظر ديالهم كانت مرعبه. هما يقولوا ليه من ربك؟ هو يقول لهم اش كتقولوا؟ هما يقولوا ليه من نبيك؟ ما عرف ما يقول لهم. اش غادي نقول لهم انا؟ قول لهم نبيي، شكون هو نبيي؟ هما يسولوه ما دينك؟ هو يقول لهم اش غادي يقول لهم؟ غادي يقول لهم ديني هو شمس المعارف؟ هو شنو؟ بدا غير كيشوف فيهم وساكت. وهو يطلع واحد فيهم وهبط وقال ليه توضيتي بعدا؟
قال له لا ما توضيتش. وهم يقولوا ليه اذا دابا غادي تتوضا. وجابوا ليه واحد الاناء فيه شويه ديال الماء، وهذاك الماء كان كيغلي غليان، كان طايب. هو يقول لهم كيفاش بغيتوني نتوضا انا بهذا الماء سخون. وبدا كيحاول انه يبعد، ولكن الجسم ديالو ما كانش قادر يتحرك. وحتى خرجت واحد اليد من تحت الارض وهزاتو من عنقه وهزاتو حتى للفوق وخبطاتو، وهو يغوت غوته كبيره حتى ناض من النعاس، حتى ناض من هذه الحلمه المفجعه، حتى سمعوه الناس الجيران ديال نسيبو وبداو كيسولوه مالك. هو يقول لهم لا والو ما كاين باس، غير شي حلمه خايبه وكان. ورجع حط راسو فوق المخده ونعس، وعاود حلمه اخرى تانية، ولكن هاد الحلمه هادي كانت مختلفه شي شويه. كيقول شفت راسي فوق الغيوم وجالس كنتمشى من فوق منهم، وكنطل من التحت وكنشوف با الساحر اللي كان كيتعتبر قطب من اقطاب السحر الاربعه. شفته في نفس القبر اللي انا كنت فيه، وشفتو كيتوضا من نفس هذاك الماء اللي كيغلي. وبديت كنتامل هذا المشهد المرعب. شويه هو يشوف فيه باه وقال له يا داوود هرب، ياك شفتيني انا فين كاين دابا، وانت عندك فرصه فين تخلي هاد البلاصه، خلي السحر وسير. هرب داوود وما تجيش في نفس البلاصه اللي انا فيها. كيقول داوود مع راسو باللي فاق. كيعاود داوود وكيقول ملي فاق كان خوفان بزاف، وحل عينه وتيقن من عند الله انها هذيك توبه نصوحه لله تعالى. هز التليفون ديالو وعيط على نسيبو. عندك شي حوايج جداد؟ قال ليه ياك لاباس ولدي. قال لي عافاك، غير جيب لي شي ملابس يكونوا جداد. قال لي واخا. جاب ليه ملابس نظيفه وجديده، حط له الحوايج وخرج. خاف منه، لبسهم ومشى للحمام باش يدوش، ولبسهم باش يتطهر من هاد الذنب بشكل كامل. من مورا ما دوش مشى رجع للبيت، حط السجاده باش يصلي، رفع يده باش يقول الله اكبر. قبل ما يقولها البيت كله عمر بالمخلوقات التانية، إناث وذكور، كانوا كيمارسوا قدامه الرذيله. ولكن داوود أصر وشد في كلامه وكمل صلاته حتى ركع. ومن اللي ركع كان كيشوف في رجليه عامرين بالدم. هو عارف باللي الدم يبطل الصلاة، ولكن أصر أنه يصلي. ناض من الركوع وحاول باش يسجد، ووحدة من هذوك الإناث ديال عالم الآخر حطت المؤخرة ديالها حشكم قدام وجهه، هز راسه وتعوذ بالله، فالله عز وجل صرفها عليه ورجع وسجد وكمل صلاته بالشكل الكامل. ومن اللي سلم اسمع المؤذن كيأذن صلاة الفجر، وهو يعيط على نسيبو. قال ليه يلا نمشيو نصليو الفجر. هنا تصدم ديال بصح، كيفاش انت تصلي الفجر؟ اش وقع في الدنيا؟ ومشى هو وياه وصلوا الفجر. كيقول باللي سالا والصلاة خرج من الجامع وإنسان آخر. والحمد لله أن هذاك النهار ديال التوبة ديال داوود كان يوافق يوم الجمعة. وهنا قرر داوود أنه خوي ديك البلاصة كاملة ويمشي لأبعد مسجد. وملي دخل لهذاك المسجد شوفوا الصدفة، لقى الخطيب كيتكلم على السحر والأضرار ديالو وشنو كيوقع لصاحب السحر في الدنيا قبل من الآخرة. وملي كملوا الصلاة داه نسيبو لعند هذا الإمام وشرح ليه الوضعية كاملة، بدا كيعلمه وكيوجهه. وبالمناسبة هذا المعلم هذا هو في هذا الوقت هذه معلم في المدينة المنورة. مستمعية اللي كيسمعوا القصة ديال اليوم كيحسبكم باللي حياته تقدت وزيانت ولات حياة وردية. لا هنا غادي يبدا الانتقام ديال بصح من العالم الاخر. واحد النهار كانوا جالسين كيتقاواو هو ومراته، وكانوا قدامهم كيلعب ولده وولد خوه. حتى لواحد شويه وبدون سابق انذار ولده بدا كيتنفخ حتى خرجوا عينيه من بلاصتهم ومات مباشره. ولد خوه كيشوف فيه وكيغوت وما فهموش. مشهد مرعب. ولكن داود عارف هادشي في عايل منه وعارف علاش كيديروا هادشي. قتلوا ليه ولاد خوه. وماشي غير هادشي، وصل فيهم المواصيل أنه واحد المرة كان نعس هو ومراته، وكانت مرته حامل تقريبا في الشهر الثامن، وهي تفيقوا بالليل. قالت ليه داود نوض شوف. ملي ناض لقى البطن ديالها ما بقاتش كرشها، ما بقاتش منفوخه، ما بقاتش حامله. والمصيبه انها كانت كتسيل بالدم. ملي داها للسبيطارات كيقولوا باللي المراه سليمه وما فيها حتى شي حاجه. وهنا عرف داود باللي هادوك فعايل العالم الاخر، وهادشي علاش داها لواحد الفقيه متمكن وبدا كيقرا عليها حتى لواحد شويه. وقرر داك المخلوق اللي فيها من العالم الاخر انه يهضر ويتكلم ويقول له انا اللي كليت الوليد، وعندكم يحسب لكم باللي انا غادي نوقف هنا، وإلا ما رجعش داود لعالم السحر والشعوذه غادي تكفس له ايام وغادي نزيدو نذوقوه العذاب وغادي ننتقموا منه، ولا غادي نذبحوا الزوجه ديالو. وهي تقول له مرته شوف ما تكفرش، خليك على الدين الاسلامي، عندك تكفر وشاء الله
ان مرته تموت في هذيك اللحظه وفي هذيك الوقيته ديال الجلسه اللي كانت ما بينها وبين الشيخ وبين هذا العالم الاخر. مات زوجة داوود، والعالم الاخر كيتسناو داوود ينسى مره واحده ما يقولش اذكار الصباح والمساء باش تشوفوا شنو غادي يديروا فيه. وهذه كانت القصه ديال الساحر التائب اللي تاب. القصه ديالو مثال يحتذى به، ماشي في اعمال الشر والسحر، لا، في اذكار الصباح والمساء. وباللي الا شديتي في صلاتك وشديتي في الاذكار ديالك وتقربتي من الله سبحانه وتعالى ونطي صليتي الفجر وكل شيء كان هو هذاك، حتى حاجه ما غتقيسك، ما عمر شي حاجه غادي تقيسك. وفي نفس الوقت القصه كتعلمنا الخطوره ديال هذا الشيء هذا. الا مشينا حتى دخلنا ليه والعياذ بالله ما عمرنا ما غادي نقدروا نخرجوا الا باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لمتابعتكم القصه ديال اليوم. كنتمنى منكم تشجعوني باللايكات ديالكم والبارطاج. شكرا لكم.